السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أسهل حاجة ممكن نعملها في البيت الجبنة البيضة، ويا سلام بقى لما تكون بتركات وحركات. الجبنة البيضة، الدمياطي، البراميلي، الاسطنبولي، الجبنة بكل تفاصيلها. هنقول كل الأسرار، كل التركات اللي تخليها تنجح معانا، وهي حقيقي حقيقي من أسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها في البيت، وتوفروا على نفسكم كمان أمراض كتير وحاجات كتير مش كويسة من الجبنة اللي بنشتريها من بره. هنحط اللبن بتاعنا، واهم حاجه في اللبن انه يكون لبن طازه او حليب طازه، لم يسبق غليه، ودي اهم خطوه يعني نقطه في الموضوع. حتى لو كان متفرز قبل كده بس مش مغلي مفيش مشكله، هنعمل بيه الجبنه وهيطلع زي الفل ان شاء الله. بداية هنحط اللبن على النار، عايزين نوصله لدرجة حرارة 45 درجة حرارة. يعني ايه؟ لما نحط صباعنا فيها ما نقدرش نستحمل اكتر من 10 عدات، يعني بنعد من 1 لحد 10. لما بنوصل اللبن للدرجة دي بيكون التنفيح فيها مش تمام، فعشان كده هنرجع اللبن لدرجة حرارة 35 تاني. يعني انا طفيت النار بعد ما وصل درجة حرارة 45، حطيت صباعي عديت 10 عدات، وزي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى كوباية تلج ببرد بيها اللبن. دي حاجة زي بسطرة اللبن كده، يعني على قدنا في البيت بنبسطر اللبن بالطريقة اللي تنفع معانا في البيت. تقدروا تعملوا كيس تلج، تقدروا تعملوا كوباية تلج. انا كوباية التلج دي عندي اوريدي، اللي يعني اللي بستعملها للكولمن. فبردت بيها اللبن بالشكل ده، بقلبه كتير كتير لغاية لما كل درجة حرارة اللبن تبقى واحدة. اهم حاجة في الموضوع اننا نظبط درجة حرارة اللبن، كل اللبن تبقى درجة حرارته واحدة، مش يبقى مثلا في قاع الحلة غير على وش الحلة، لا. واول ما وصل درجة حرارة 35 اللي هي زي دموع العين وزي رضعة البيبي، نزلت بالمنفحة. لكل كيلو من اللبن بنحط 1 سنتي من المنفحة. تقدروا تقيسوها بكوباية الدواء زي ما انا بعمل، تقدروا تقيسوها كمان بالسرنجة بتاعت الحقنة. الموضوع سهل يعني ان شاء الله. نقلب بقى تقلبتين كده بعد المنفعه ونغطي وندفي اللبن بتاعنا، نعمل له جو دافي كده. الفرن يبقى شغال تحته. ندفيه ببطاطين دفايه زي ما انا عملت، وسبته ساعتين. رجعت له لقيته متجبن كده تمام خالص، والشرش كمان فصل وطلع لفوق. هبتدي بقى اقطع الجبنه بتاعتي لقطع علشان تسهل انه يخرج منها كل الشرش اللي جواها. يعني هي بتبقى قطعه جبنه واحده كده، فنبتدي نقطعها علشان يسهل علينا ان احنا نخرج الشرش. شايفين بيبقى شكلها عامل ازاي؟ دي اهم حاجة ان احنا نوصل لمرحلة تجبين مظبوطة. وطبعا تركيز المنفعة بيختلف من مكان لمكان. تقدروا تسألوا المكان اللي انتوا شاريينها منه تحطوا قد ايه على الكيلو. انا جبت مصفيتين قد بعض، هحط في كل واحدة فيهم شوية، لان في الاول كده بيبقى يعني كأنه كتير، وبعدين بيخس هرجع احطهم تاني على بعض. آم، انا مش بملح الجبنه بتاعتي من الاول. قلت لكم الكلام ده قبل كده في الفيديو اللي فات. طبعا المفروض ان احنا نحط لكل كيلو من اللبن معلقتين كبار من الملح، تمام، علشان يبقى الملح بتاعها مظبوط، وفي نفس الوقت نقدر نخزنها ما تبوظش معانا في التخزين. لازم الملح بتاعها يبقى مظبوط. انا مش بملح من الاول، باخد الاول كميه من المصل كده، باخد حوالي 3 ارباع المصل، لان انا لما هاجي اخزنها مش هحتاج غير تلت كميه المصل اللي نازله منها بس في التخزين، والباقي ده كله هيكون مصل زياده او شرش زياده. والشرش ده بقى كنز، يعني كنز خطير. الشرش ده بنحطه على النار ونغليه، ونطلع منه احلى جبنه كريمي، بس بنضيف له شويه خل. فلان انا الجبنه اللي انا بعملها دي جبنه دمياطي خزين كده، وهخزنها ان شاء الله لمده 6 شهور، فلازم ان انا ما احطش فيها خل، ما احطش في الشرش خل، لانه ممكن يدوب لي الجبنه بتاعتي. فدلوقتي ملحت اهو. اللي بينزل بقى المصل اللي بينزل من الجبنه بعد بتملحها، هو ده المصل اللي بعد كده هبقى اغليه واحطه على الجبنه في اخر الفيديو لما زي ما هتشوفوا معايا. انا عشان انا بملح الجبنه في مرحله في مرحله التجبين دي، فبحط معلقه واحده لكل كيلو. لان انا خلاص تخلصت من كميه كبيره من المصل ده. اللي احنا كنا يعني لو كنا حطينا اللبن في الاول، الملح في الاول، فكنا بنحتاج معلقتين علشان المصل بياخد كتير من الملح ده. انما انا دلوقتي بملح الجبنه نفسها، فبحط معلقه واحده بس.
نقلب بقى كويس، هقلب بقى كويس عشان تاخد بقى الشكل النهائي بتاعها. اقلبها بس كويس قوي عشان اتاكد ان الملح وصل لكل اجزائها، ما يبقاش حته مملحه وحته لا، وهي لسه دافيه وكمان لسه فيها مصل. ده هيساعد ان الملح ان هو يدوب ويبقى يعني كويس فيها. بعد كده انا يا دوب اهو شوفوا برضو نزل منها مصل قد ايه. ده بس عبال ما ايه، ما هحط لها التقل يعني، وانا لسه واقفه جنبها. بعد ما حطيت الملح بعد كده هحط لها تقل. التقل بيبقى تلت كميه اللبن اللي احنا عاملينها. يعني مثلا لو انت عامله 5 كيلو لبن فبيبقى حوالي كيلو ونص من التقل بتحطيه على الجبنه. تمام كده، وبنسيبها 3 ساعات 4 ساعات مش اكتر من كده. ده الشرش اهو. حطيته على النار يغلي. اللي عايزه اطلع منه جبنه كريمي احط عليه خل زي ما انتم شايفين. اول ما احط الخل القريشه زي ما بيسموها اخواتنا السوريين بتتجمع على وش اللبن. وبنشيلها بنسيبه بس يبرد شويه، وبعد كده هتلاقوها اتجمعت وهنشيلها بالمصفى، ونسيبها كمان تصفي لحد ما تتجبن كده وتبقى حلوه. نشيلها في برطمانات، نعمل منها حلويات، تتحط في حشوات، تتعمل منها تشيز كيك. بصوا حلوه جدا. ممكن كمان تحولوها لجبنه كريمي، تضربوها شويه بالهاند بلندر وتحولوها لجبنه كريمي. شايفين كميه الجبنه اللي طالعه على وش اللبن. وبعد كده هاخد بقى انا المصل ده اخليه عندي في التلاجة. اسوي بيه محشي، احطه على رز، اسلق فيه المكرونة. يعني بصوا بستعمله في حاجات كتير. يعني طبعا ممكن كمان نعجن بيه، بس يعني هو بيبقى كتير يعني فمش هينفع في العجن قوي. دي كمية الجبنة اللي طلعت لي من 5 كيلو لبن، فكمية حلوة جدا حوالي 400 جرام حاجة كده يعني. انا ما وزنتهاش يعني الحقيقة. اما الباقي ده فده كمية المصل اللي فيه ملح. ده هغليه ومش هضيف عليه اي حاجة. ممكن اصفيه بس علشان بعد كده احط معاه اخزن فيه الجبنة. بعد كده نشيل بقى التقل من على الجبنة بتاعتنا ونبتدي نقطعها ونشوفها. الجبنة بتكون واخدة شكل القالب اللي حطيناها فيه، فاحنا عشان حطيناها في قالب او مصفى مستطيلة فهي واخدة شكل المستطيلات كده. وقطعوه طبعا الحجم اللي يناسبكم. انا بحاول اقطعها، انا حاولت اقطعها ل4 قطع بس علشان تكون شبه قطع الجبنة اللي بنجيبها من بره بالظبط. وزي ما انتم شايفين المسام بتاعتها ناعمة ومكبوسة كويس ومفيش فيها مية من جواها. بعد كده علشان نخزن الجبنة نبتدي نحطها نلفها كده في أكياس سندوتشات مفتوحة. نلفها كويس عشان ما تتهريش معانا في التخزين، وتفضل محافظة على شكلها وقوامها اللي احنا يعني خزناها فيه. وزي هي برضو كمان بتتخزن بره كده، يعني بنلاقيها متغلفة كده في أكياس علشان كمان ما تاخدش ملح كتير من الشرش. وندخلها كويس في الجردل. وبعد كده انا حطيت ضفت شويه من الجبنه كنت عاملاهم برضو قبل كده. كنت مستنيه بقى لما اجمع كميه كبيره عشان اخزنها مره واحده. ضفتهم كمان في الجردل، كملت بيهم الجردل بتاعي. وانا عايزه اوريكم بس الجبنه قبل ما نخزنها حتى طعمها بيبقى تحفه جدا وهي لسه جديده كده. بتبقى خفيفه قوي وطعمها طبيعي كده، تحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه طبيعيه مع شويه طماطم بقى احلى فطار. وما تنسونيش من صالح دعائكم ان شاء الله لما تجربوها. حقيقي من انجح واسهل الوصفات اللي ممكن تتعمل في البيت. الفلفل بقى الاخضر ده انا بحب احط فلفل اخضر. طعمه بيدي ريحه طعم حلو قوي للجبنه. الفلفل الشطه بقى ده لازم علشان ده ماده حفظ للجبنه. انا زودت كمان شويه ملح للمصل اللي هو اوريدي مملح، وسبته طبعا لحد ما برد تماما. وبقى يعني بنفس درجه حراره المطبخ. ورجعت زودت عليه كمان 5 معالق ملح علشان اتاكد انه حافظه الجبنه بتاعتي في ملح كويس، ملح مظبوط. يعني حوالي لتر الشرش بياخد له حوالي 7 معالق ملح تقريبا. و اهم حاجه بقى اننا نغطي الجبنه خالص تماما بالشرش لحد ما يغطيها تماما. بس الجبنه لما بنحط لها الشرش بتطفو كده شويه. فانا حطيت لها طبق بايركس. فطبق البايركس طبعا مصنوع من ازاز، فماده مش هتتفاعل مع الملح ولا مع الميه ولا مع الجبنه. وهتحافظ لي ان الجبنه تفضل كلها جوه الجردل ما تطلعش براه.
وكده نقدر نخزنها لمدة 6 شهور، مش أقل من شهر، عشان ناكل الجبنة تكون مظبوطة كده وجميلة. بقى البرطمان كويس، واهم حاجه يكون قفلته محكمه، وطبعا واحنا بنقفل الكيس نطلع منه الهواء تماما، علشان نقدر نحافظ عليها شهر بقى، 6 شهور، سنه بحالها، زي ما انتوا عايزين، وطبعا بره التلاجة. لكن مجرد ما نفتح الجردل ونبتدي ناخد منه اول قطعه، نبتدي بقى نحطه في باقي الكميه في التلاجة. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوناش من صالح دعائكم ان شاء الله. ودي كمان شوية القريشة او شوية الجبنة الكريمي اللي هتبقى حلوة جدا في اي حلويات، وكمان في التشيز كيك بالذات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.